الإمارات مشروعها مشروع صهيوني مخلب للصهاينة. هذه لا يمكن يفترض للمسلم أن يسمح لها بسفارة في بلادنا أبدا حتى تسوي أوضاعها معنا. 7 سنين من التقتيل والتعذيب والإعاقة، والناس يعني يتجرعون الكأس يعني مرارا من غدرهم وقتلهم وعدوانهم، ولم يسووا شيء ولم يكفوا ولم يعتذروا ولم يحصل أي تغيير. يعني الإمارات أخطر من الصهاينة كما قال أحد السائلين. فلا يحل لكم أن تسمحوا لهم بدخول بلادكم إلا بعد القصاص وبعد المفاصلة. هذا أقل ما يجب. هل هناك بلد في الدنيا ترضى بهذا؟ حتى الأمريكان، حتى الصهاينة، لا أحد يرضى إذا اعتدي عليه وانتهكت حرماته وقتل أولاده وحارب شعواء واحتلال وقواعد موجودة في بنغازي لهم وقتل مستمر وضخ أموال للفساد. يعني ما تركوا شيء لتدمير بلادنا ولا يزالون. الآن حافظ على أي شيء عايش على دعم الإمارات.